يا مساء الفل. الفيديو ده للناس اللي في اولى وتانية ثانوي اللي حسوا بقى ان الدنيا زنقت منهم بقى وخلاص امتحان الترم داخل وهيلبسوا خازوق اخر الشهر والحاجات دي كلها. اللي بيحصل بالظبط ان انت تيجي بقى الفترة دي حاسس بقى ان الدنيا زنقت منك، فعايز تلحق بقى تلم الحاجات اللي فايتاك دي كلها ورايا بقى ان مفيش وقت بقى ومش هتلحق وكمية مناهج كبيرة عليك بقى والفيلم الهابط اللي بيحصل ده. فتيجي شيطان، يجي شيطان كده بجد، شيطان يعني مش عارف هو بيجي ازاي. يجي يقول لك انت لازم تفهم، ولازم كل كلمة لازم تركز فيها بالظبط، ولازم تبدأ تعمل جدول للفترة اللي جاية، وتعد بقى كام يوم وتروح مقسم المواد على الجداول. مش عارف ايه هو نظام السهوكة اللي بيحصل ده. وفي الآخر مفيش حاجة بتحصل. هتعمل جدول يوم، بالكتير يومين قوي لو انت شبح هتروح مقطعه ورميه. النظام ان انت تفهم مش تلاقي الدنيا مظبطة معاك. ففكك بقى من الهري ده كله، واقول لك من الاخر الزتونة اللي انت المفروض تعملها. انت مش مطلوب منك دلوقتي ان انت تفهم. خلاص الناس اللي عايزه تفهم دي يا حبيبي خلاص ذاكرت بقى من اول السنه بقى، والناس اللي هم الدحيحه بقى اللي هم عايزين يذاكروا عايزين يجيبوا مجموع والحاجات، الناس اللي احنا ما بنحبهمش دول. فانت دلوقتي انت هتفهم وكل حاجه، بس اكيد مش زي اللي بدأ من الاول هتفهم بنسبه معينه. بس دلوقتي انت قدامك طريقه لازم تعملها عشان تنجز بيها في اسرع وقت. وقبل ما اقول لك ايه الطريقه دي، عايز اقول لك ان اولى وتانية ثانوي ملهاش اي علاقه بتالتة ثانوي. يعني مش معنى ان انت عملت كده في اولى وتانية ان ده مقياس لسنه تالتة، وان انت هتيجي تعمل كده في تالتة. ملهاش اي علاقه خالص. انت تركز السنه دي او السنتين في اولى وتانية ان انت تعدي من السنه عشان تبدا تفوق لتالتة. حلو. والله جبت مجموع كان كويس، ما جبتش مجموع مش هيضر في حاجه. ومش بقول لك كده عشان تريح الناس اللي في دماغها شياطين كتير دي، هتاخد كلامي ده وهتريح بيه. فريحت فانت اللي مسؤول، اولع مش مشكلة عادي انت يعني ما علينا. دلوقتي ايه اسرع طريقة ان انت تلم بيها المناهج بسرعة عشان تنجز في الفترة القليلة اللي باقية لك دي عشان تلحق تدخل الامتحان وتحاول على قد ما تقدر يعني تعدي او حتى ممكن تجيب فيه درجة كويسة والحاجات دي. رقم واحد، اوعى تذاكر. خلاص مبقاش في وقت للمذاكرة. امال انت تعمل ايه؟ حضرتك تجيب كتاب الامتحانات او الامتحان اخر 10 امتحانات اللي بيبقوا في الكتاب الخارجي اللي في الاخر، الامتحانات اللطيفة دي. وتيجي تروح والله فاتح اسئلة الامتحانات كلها، تيجي تروح بادئ بالامتحان الاول، تبدأ من اول سؤال خالص. السؤال مش عارف بيقول لك عرف كذا او سؤال اختيارات. تيجي تجيب السؤال تروح رايح جايب إجابته منين؟ من الدرس نفسه، يعني تدور على إجابته جوه الدرس. خلاص والله حليت أول سؤال تمام، رحت حل تاني سؤال. قشطة. كل سؤال تروح رايح جايبه من الدرس نفسه ومذاكر الحتة بتاعته من الدرس وجاي حله. حلو. هتتعب ان انت عقبال ما تدور على الإجابة، هتتعب تمام. أول امتحان هتلاقيه بياخد معاك وقت، تاني امتحان وقت أقل، تالت امتحان وقت أقل أكتر لأن الأسئلة بتتكرر معاك. بس لازم تذاكر بالطريقة دي عشان تنجز وتلم الليلة بسرعة على طول، عشان مفيش وقت ان انت تقعد تذاكر بقى الدروس وبعد كده ترجع تحل والحاجات دي كلها. انت هتذاكر عن طريق الامتحانات هتلم لك اكتر من 95% من المنهج. فانت لو ذاكرت الامتحانات دي وشفت اجاباتها من جوه الدروس مش من الاجابات، شفت اجاباتها من جوه الدروس ورحت حافظها باجاباتها على طول، انت الدنيا دي ظبطت معاك. بالنسبة للرياضة والمسائل والحاجات دي هتشوف وتشوف طريقة الحل ازاي او طريقة المسألة ازاي، تفهم القوانين وتفهم الحل وتحاول تفهم بيتحل ازاي كل مسألة. حتى لو اجابتها مش موجودة جوه الدرس حاول تشوف ليها اجابة بره وتفهم ايه الستبس اللي مشي عليها عشان يحل المسألة دي بالظبط. فانت تبدأ من اللحظة دي حالا تذاكر عن طريق الامتحانات عشان تلحق تلم اكبر كمية من المعلومات عشان تعدي من الترم ده. الترم الجاي ابدأ فوق بقى وابدأ، يعني هبقى اقول لك تعمل ايه بالظبط. بس ده دلوقتي عشان تلحق وتنجز نفسك على طول. لو استفدت اي حاجة من الفيديو ده اعملها شير لأي حد في اولى وتانية ثانوي، واستنى فيديوهات جديدة جاية ليك ان شاء الله في الطريق.